3 حاجات انا ما بخرجش عنهم لما باجي اعمل كونتنت. اول حاجه لازم يكون اقل تكلفه باقل مجهود. تاني حاجه لازم يكون في اعلى عائد او احط فاليو في الكونتنت اللي انا بعمله. واخر حاجه لازم تكون حاجه الناس بتدور عليها دلوقتي او تكون ترند او حدث رائج مثلا سواء كان عالمي او في مصر دلوقتي بيحصل او ايا كان. ليه بقى؟ لو الكونتنت اللي انا بعمله اقل تكلفه باقل مجهود فانا هقدر انتج منه كتير جدا جدا جدا. وبالنسبه لي في صناعه المحتوى المكسب بتاعي هو الانتاجيه. كل ما قدرت انتج محتوى اكبر كل ما قدرت اوصل لعدد ناس اكتر حتى لو عدد الفيديوهات كانت قليله. وكل ما قدرت احط قيمه في الكونتنت اللي انا بعمله وقدرت انتج كتير ففرص ان في فيديو منهم يجو فايرل هتبقى كبيره جدا جدا جدا. وكل ما قدرت ادور على الترند اللي موجود دلوقتي او اللي الناس بتدور عليه ففرصة ان الفيديو بتاعي ينتشر ويجو فايرل هتبقى كبيرة جدا سواء كانت على اي منصة على السوشيال ميديا. ودلوقتي اول حاجه انا بتكلم عنها هي الكاروسيل او الستوري تيلينج. الكاروسيل بالستوري تيلينج زي ما احنا شفنا على تيك توك كتير ناس كتير قوي بتستخدم الاستراتيجيه بتاعت بيجيبوا شويه صور 5 أو 10 صور يعملوها ككاروسيل وبيبداوا يعملوا ستوري تيلينج ويحكوا مثلا قصه معينه او يقولوا معلومه معينه وبيوزعوا المعلومه بتاعتهم دي على مدار الصور او الحركه بتاعت الصور. فانت بتقلب وانت بتقلب في الكاروسيل انت قاعد عمال تتفرج على الكاروسيل بس الكاروسيل دلوقتي بقت بتتحول لريلز. فالموضوع بقى يتحول لواتش تايم. واتش تايم يعني ايه؟ واتش تايم يعني الكونتنت او يعني المنصة او تيك توك مثلا بتفهم ان انت قاعد بتتفرج على الكاروسيل ده فده معناه ان انت مهتم بالحاجة دي فبتبدأ تطلع الكاروسيل لأكبر عدد ممكن من الناس فبالتالي بينتشر. فالكاروسيل دلوقتي عليه مجهود وتكلفة قليلة جدا. تقدر تصور 10 15 صورة تنزلهم على السوشيال ميديا وتكتب كلام على الكاروسيل على مدار ال15 صورة. تاني حاجة وانا بحبها جدا 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 هي البودكاست ديستريبيوشن. انك توزع البودكاست بتاعتك. التوزيع البودكاست بتفرق في ايه بقى؟ ان لما انت تاخد مثلا بودكاست مدتها ساعة واحدة وتطلع منها على الأقل 7 فيديوهات كل منهم ريلز شورت ريلز صغيرين جدا بس فيهم فاليو هاي فاليو. وفي نفس الوقت تحاول تختار من البودكاست دي المواضيع اللي الناس بتتكلم عنها بنسبة كبيرة جدا. الفيديوهات الريلز الشورتس الصغيرة بتاعت البودكاست هتجو فايرل وفي نفس الوقت هتكون عملت ماركتينج فري ماركتينج للبودكاست بتاعتك من غير اي فلوس من غير ميديا باينج من غير اي سبونسر. تاني حاجة وهي اخر حاجة تالت حاجة هي السكرين جرين افكت. السكرين جرين افكت دي ناس كتيرة جدا 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 بتنسى الموضوع ده. موضوع ان انا ممكن اجيب صورة دلوقتي واحطها ورايا واطلع اتكلم عن الخبر الترند مثلا. او ممكن مثلا اطلع اجيب فيديو ورايا واعمل زي رياكت على الفيديو اللي موجود ورايا عن طريق سكرين افكت ده انت تقدر توصل لعدد كبير قوي من الناس وبأقل تكلفة ومجهود وهتطلع برضو اعلى عائد واعلى فيديو اعلى فاليو ممكن توصل لها. واخر حاجة معانا هي التويت ريلز. وده التويت ريلز ده طيب من الكونتنت او نوع كونتنت جديد الناس برضو غافلة عنه. هي ان انت بتخش على تويتر تكتب تويتاية ما تجيبش 10 فيوز بس لو انت نزلت التويتاية دي على ريلز على تيك توك او على انستجرام ممكن تجيب 100 فيوز 200 فيوز وممكن توصل ل700 ألف عادي جدا. وفي ناس مشاهير جدا بتوصل معاهم لملايين. فالتويت ريلز دي هي اقل تكلفة واقل مجهود. هي مجرد فكرة انت كتبتها على تويتر حولتها الكونتنت عن طريق مثلا انت كتبت حاجة الناس بتدور عليها وفي نفس الوقت عملت فاليو في الموضوع ده ان انت حولته الريلز والكلام ده كله. وطبعا خلاصة الكلام ده كله لازم دايما نحاول ندور على اللي الناس بتدور عليه ونفهم سلوك المستخدم او الكونسيومر بيهيفير عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. والفيديو ده انا حبيت ما اطولش عليك فيه. في 5 دقايق بالظبط كنت قلت لك اهم 3 حاجات انت محتاجهم علشان تعمل محتوى ناجح وتفضل تحافظ على الاستمرارية بتاعتك في الكونتنت كرييشن. لان من غير ال3 حاجات دول بغض النظر عن الشخبطة اللي انا مشخبطها طبعا عمرك ما هتوصل لاي حاجة ولا هتستمر. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمني بأقل حاجة بسيطة خالص لايك وفولو ولو عندك اي تعليق اكتب لي في تعليقات واشوفكم على خير.